بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني، السيد زعيم المعارضة الديمقراطية، السادة والسيدات الوزراء، السيد المدير العام لليونسكو، السيد المدير العام للإيسيسكو، السيد المدير العام للأليكسو، السيد رئيس معهد العالم العربي بباريس، السيد والي ولاية أدرار، السيد رئيس جهة أدرار، السيد عمدة بلدية شنقيط، السادة والسيدات أعضاء السلك الدبلوماسي، السادة والسيدات ضيوف مدائن التراث، السادة والسيدات المدعوون، أيها الحضور الكريم، تستضيفنا اليوم 8 قرون من الحياة والمعرفة والإشعاع، 8 قرون استطاعت خلالها هذه الحاضرة الهاجعة بعيدا بين التلال والرباء أن تكون ميسما على كل فضاء الصحراء الكبرى، مالئة للدنيا وشاغلة للناس. تستضيفنا الحاضرة التي قال عميد الأدب العربي طه حسين عن واحد من الموسومين بصفتها العلامة محمد أحمد التلاميذ الشنقيطي: كان أولئك الطلبة الكبار يتحدثون بأنهم لم يروا قط ضريبا للشيخ الشنقيطي في حفظ اللغة ورواية الحديث سندا ومتنا وعن ظهر قلب. وقال عنه الأستاذ أحمد حسن الزيات: إنه آية من آيات الله في حفظ اللغة والحديث والشعر والأخبار والأمثال والأنساب، لا يند عن ذهنه من كل أولئك نص ولا سند ولا رواية. تستضيفنا 8 قرون قال الدكتور محي الدين صابر المدير العام الأسبق للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: إن الشناقطة هم الممثلون الأوفياء للثقافة العربية الإسلامية في نقائها وأصالتها، إنهم سدنتها في قاصية ديار الإسلام، المرابطون في ثغورها حفاظا عليها ونشرا لها وإشعاعا بها. تستضيفنا تلك الأيقونة التي قال الأديب العربي الإفريقي الكبير الطيب صالح عن أهلها: إنهم سادة وسدنة الأدب والشعر. تستضيفنا هذه الجوهرة التي سحرت الجيولوجية الفرنسية تيودور مونو لينسج معها علاقة امتدت سهاء 8 عقود، وقال عنها مما قال: إنها ملاذ الصحراء ومكتبة في الهواء الطلق، لما تبعث عليه من الهدوء والطمأنينة، ولما تحوي من مخطوطات نفيسة تشهد على قرون من العلم والمعرفة. فقامت رئيس الجمهورية إن هذه المدينة المتوثبة الشموخ من قلب الصحراء بين الكثبان والأودية والهضاب تمثل رمزا لعناق حصري بين التاريخ والجغرافيا والثقافة والحضارة، إنها اختزال فخم لعلاقاتنا الضاربة في الأمد بالمسجد والمحضرة. صاحب الفخامة، نلتقي اليوم في مدينة الشنقيط لازمة العلم والحج والتجارة والسفارة والانفتاح على العالم، نجتمع بها لنتذاكر معا تلك الطاقة الهائلة التي منحها لقب الشنقيطي بصورة بلادنا أمام الآخر، لنستذكر من خلالها ذلك اللقب الذي ارتبط بكل أسمائنا من كل جهاتنا وأعراقنا حيثما حلوا وأينما ارتحلوا. تهبنا اليوم الشنقيط مثلما وهبتنا قبلها وادان وتشيت وولاته جوا ممتلئا لحمة وانسجاما وأريحية، جوا يعيد لنا ألق تنوعنا وتراثنا وتعايشنا من أيام إمبراطورية غانا مرورا بدولة المرابطين وحتى عهد الدولة الوطنية الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث آخت الدولة بين دائما وألف الدين بين قلوبنا سرمدا. فخامة رئيس الجمهورية، أيها الحضور الكريم، لقد كانت شنقيط الرئة الحية لحواضرنا ومدننا الضاربة في المدنية والزمن، لذلك اختارها المثقف والمفكر الراحل أحمد مختار مبو المدير العام الأسبق لمنظمة التربية العالمية للتربية والعلم والثقافة اليونسكو رحمات الله تترى عليه، اختارها ليطلق من أمام منارة جامعها العتيق يوم 16 فبراير 1981 نداءه الشهير لإغاثة وإنقاذ مدننا التاريخية، ذلك النداء الذي أثمر تصنيف 4 مدن موريتانية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي المادي، هي بالإضافة إلى شنقيط مدن ولاة وتشيت وودان. وخامة رئيس الجمهورية، جمعنا الموقر، ما كانت شنقيط نشاسا في تاريخنا ولا في جغرافيتنا، بل كانت جزءا من نسيج غني بالثقافة والتراث، حيث تتشارك العراقة والأصالة مع مدن 3 هي ودان، واد العلم والنخيل، ملتقى طرق الحج والعلم والتجارة، ومدينة شارع ال40 عالما، والبئر المحصنة والرحبة، وتشيت توأم ودان، وذات المئذنة الفارعة، ومكتباتها الأهلية النادرة، ومخطوطاتها كذلك التي يقال إنها تزيد على 10,000 مخطوط، وولاته مدينة العلم والزخرفة والزركشة التي زارها الرحالة البطوطة في الثلث الأول من القرن الثالث الهجري وانبهر بازدهارها اللافت. إنه تشابك خيوط التاريخ والجغرافيا لتروي حكايات مجد وإشعاع ثقافي ما يزال يثري حاضرنا ويلهم مستقبلنا.
صاحب الفخامة رئيس الجمهورية، جمعنا الكريم، إن تثمينكم البين لهذا الموروث الثقافي الغني ووعيكم العميق بارتباط مكانتنا بذلك التثمين عبرتم عنه بأكثر من ملمح، فوجهتم بالاعتراف باكرا بأدوار ومساهمات كل الفاعلين في هذا التاريخ الثقافي، علماء، أدباء، حرفيين، بنائين، حرفيين، موسيقيين، في صرح من العدل والإنصاف والمساواة الذي أسستم وأرسيتم دعائمه في البنية الثقافية وفي الرؤية التي تحملونها وتجسدونها عمليا. لقد مثلت تلك الخطوة اعترافا صريحا وكريما لأولئك المنسيين بما قاموا به من أدوار غلت لسنوات طويلة مغيبة ومتجاهلة. إنها رؤيتكم الواعية المبنية على أن الفعل الحضاري يتكامل بالتنوع والتعدد والتراكم. وفي ذات السياق وضعتم كذلك من أجل الحفاظ على هذا الإرث الغني وتنميته مقاربة ثقافية تنموية تتجاوز رؤيتها الاحتفاء بالماضي إلى الاهتمام بالحاضر واستشراف المستقبل، كي تظل الحياة سيارة في حواضر وحواضن ذلك الموروث. ووجهتم بتعليماتكم السامية وإشرافكم المباشر صاحب الفخامة إلى إضافة مكونة تنموية متعددة القطاعات لمهرجان مدائن التراث من أجل تثبيت الساكنة في هذه المدن وتوفير وسائل العيش الكريم لها واستمرار الوهج الثقافي والعلمي لهذه المدن. واستجابة لمطلب ساكنة شنقيط تم البدء في إطلاق تعبيد الطريق الرابط بين شنقيط وأطار الذي ظل مطلبا ملحا لدى الساكنة من أيام الاستقلال الأولى، وها أنتم تبدأونه خدمة لوطنكم ووفاء بعهدكم في النسخة الماضية وبتكلفة وصلت 12 مليار أوقية قديمة. وفي ذات سياق خدمة الثقافة استحدثتم صاحب الفخامة نسخة خامسة لمدائن التراث تمثلت في مهرجان جول بولاية قرقل الذي تم تنظيم نسخته الأولى في السنة قبل الماضية، ومثل بادرة حسنى للدفع بعجلة التنمية في ضفتنا الجميلة تماما، كما مثل سانحة مواتية للكشف عن كنوز حضارتنا وثقافتنا الثرية والعريقة المحاذية لضافة النهر، فالأنهار والأودية كانت دوما مهدا للحياة والبناء والأثار. فخامة رئيس الجمهورية، لقد امتازت هذه النسخة من مهرجان مدائن التراث فضلا عن ترفيع المكونة التنموية بترفيع بارز للمحتوى العلمي. فبالمكونة التنموية التي أضفتموها إلى مدائن التراث قبل 3 سنوات تستفيد مدينة شنقيط اليوم على غرار ودان وتشيت وولاة ودول من غلاف مالي وصل إلى 4 مليارات أوقية، وفي مجالات متعددة ساهم بها 19 قطاعا حكوميا، وشملت هذه المشاريع دعم البنية التحتية والخدمات الأساسية والصحية والتعليمية من كهرباء وماء، ودعم للبنية الصحية والتعليمية والتشغيل والتكوين وتثبيت للرمال، فضلا عن افتتاح الإذاعة والمتاحف ومراكز التكوين المهني وإقامة قرية الصناعة التقليدية ودعم المحاضر والمساجد والتعاونيات النسوية وإقامة المشاريع الصغرى المدرة للدخل ودعم الاتصالات وغيرها من المصالح المرتبطة بتوفير الحياة الكريمة وبخلق فضاء للتنمية. فخامة رئيس الجمهورية، لقد امتازت هذه النسخة كذلك بترفيع بارز للمحتوى العلمي، وذلك خلال سلسلة الندوات والمحاضرات التي ستقدمها نخبة من الدكاترة والباحثين والمحاضرين تتناول كل المجالات العلمية والثقافية وتتدارس وسائل وآليات حماية التراث الثقافي، إضافة إلى الدور التاريخي للسفارة الشنقيطية في المشرق. كما شمل البعد الثقافي والتنموي التجارة عبر الصحراء وبينها وشمال القارة. وفي هذه النسخة تم طباعة 11 عنوانا جديدا سيتم تقديمها في شنقيط موازاة مع المكونة العلمية لهذه السنة، وسنحتفي بمؤلفيها على هامش افتتاح المكونة العلمية، كما حرصنا على أرشفة فعاليات هذه النسخة وتوثيقها ورقيا، وذلك عبر نشرية يومية باسم المهرجان تصدر يوميا. صاحب الفخامة، رغم فضائنا الملتهب قاريا وشهويا، ورغم ما خيم على العالم من كوارث طبيعية وأخرى من صنع الإنسان، قدتم السفينة الوطنية بسكينة ووقار، فساد الأمن وتلاقت القلوب وعم الإخاء وارتفع سقف الطموح ديمقراطيا وتنمويا وثقافيا، والأرقام في هذا ناطقة في المجال. تجلسون صاحب الفخامة اليوم وعلى يساركم زعيم المعارضة، وعلى يمينكم قادة كل التشكيلات المهتمة بالتراث فيما يحمل كل ما يحمل ذلك من دلالات الأمن والانفتاح الديمقراطي والاستعداد الشركاء لتغطية وتطوير منتوجنا وتراثنا الثقافي، سواء في الأمم المتحدة أو سواء في الهيئة الأليكسو أو الإسيسكو أو الأليكسو أيضا. ولذلك صاحب الفخامة، في هذا المحيط تمكنتم برؤيتكم الثقافية صاحب الفخامة من وضع ثمار غضة لكل هذه المكاسب. في السنة الماضية
كانت نواكشوط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، وفي السنة القادمة بإذن الله ستتوج عاصمة للثقافة العربية. أما هذه السنة فقد شرفت بلادنا برئاسة الاتحاد الإفريقي سياسيا وثقافيا واقتصاديا، وفي إطار الحرية تم تصنيف بلادنا الأولى عربيا وإفريقيا والثالثة وثلاثين عالميا، وكذلك الشأن بالنسبة للرتبة العاشرة في مجال أمن الصحفيين. كما تمكنا بفضل تلك المقاربة الواعية الجادة من تسجيل المحضرة في السنة الماضية على قائمة التراث الإنساني اللامادي لدى اليونسكو، وملحمة صنباغالاجو هذه السنة على ذات القائمة، إضافة للمصادقة على اللغة الصنوكية كلغة عالمية عابرة للقارات في السنة الماضية. وتم تصنيف مواقع 11 موقع على قائمة التراث الإسلامي من طرف الإيسكو من تراث بلادنا. وقبل أيام تم الترخيص لانطلاق الحفريات من جديد في مرقد الإمام الحضرمي بأزوغي لاستكشاف المزيد من كنوزنا الأثرية النائمة بين تلك الوهاد والأودية، على أن يتوسع المشروع ليشمل المزيد من كشف تراثنا في أودغوس، قنبي صالح وأقريجيت وغيرها من مواقعنا المصنفة وطنيا وإسلاميا. فخامة رئيس الجمهورية، لقد تضمنت نسختنا هذه تتضمن حزمة من الأماسي الثقافية والأدبية والمديحية بشقيها الشعري والغنائي وبكل لغاتنا الوطنية، يحييها لجيف من الأدباء والفنانين والمداحة، مصحوبة بعروض مسرحية هادفة، وتبرهن قوائم المشاركين في نسخة مدائن التراث للعام كما وكيفا على مستوى نجاح مقاربتكم الثقافية صاحب الفخامة تماما، مثلما برهن عليه الإقبال الواسع والاهتمام الكبير من لدن الشخصيات الدولية والإقليمية التي شرفتنا في هذه النسخة، وكذا الشخصيات الموريتانية، مثقفين وسياسيين وأكاديميين على اختلاف مراكزها وألسنتها وانتماءاتها السياسية. مرة أخرى لكم جزيل الشكر صاحب الفخامة على مستوى هذا الدعم الكبير الذي تولونه لترقية وحفظ وصون تراثنا الموريتاني وكنوز محاضرنا ومآثرنا. وشكر جزيل لضيوفنا الكرام ولكل الذين ساهموا في هذه الطبعة من مهرجان شنقيط، خص بذكر ساكنة شنقيط ومنتخبها وساكنة ولاية أدرار ومن وزراء وأطر وموظفين ومثقفين. أجدد لكم الشكر. السلام عليكم ورحمة الله.